بسم الله الرحمن الرحيم. الاخوان بنا نشاركوا معكم واحد الواقعه واقع علينا. معكم الاعزاء ونحجوا تاجر سمك بالجمله بمدينه الداخله، معروف بين اوساط التجار والمهنيين قطاع الصيد التقليدي مدينه الداخله. تعرضنا لواحد الواقعه ديال التزوير اللي هو باين كما غنديروا هاد الوثائق اللي هي كتثبت بان الباين ديال التزوير فيه. واحد اخ تما كيدعي التجاره في السمك رغم انه كيمارس مهن اخرى. عطيناه واحد جوج شيكات فيهم 50,000 درهم 50,000 درهم للواحد. فاذا بي اتفاجأ انه قام بعمليه تغيير المبلغ رقميا وحرفيا كما هو مبين وكما هو ساشرحه لكم. كما كتلاحظوا معنا هذا الشكل الاول عاود نفس العمليه، استغل ديك يرد السي وجا هنا ضرب على الافان والطالون ديال الشيكات فيه 50,000 درهم. الطالون ديال الشيكات فيه 50,000 درهم. فاذا بي اتفاجأ ان هذا الشخص بتواطؤ مع البنك الذي تربطه معه علاقه، حيث عاطينو شي كريديات وبيناتهم مع شي حاجه ما عنده لا فاسيليتي، عاطينو فاسيليتي وعاطينو كريديات بدون ضمانات واحدين معاه، كيلبيو ليه الرغبات ديالو، كيعطوه شهاده سلبيه. انا راسلت الاداره ديال القبض الفلاحي وراسلت المدير ديال القبض الفلاحي، واللي غريب في الامر هو هذا الشخص ملي تواطأت مع البنكه في الشكل الاول اللي صدرت فيه الشهاده السلبيه ديال 500,000 درهم، الشيك الثاني عطاتو شهاده سلبيه ديال 50,000 درهم. التجا هو للقضاء غير بالشهاده السلبيه ديال 500,000 درهم، واحتفظ بالشهاده السلبيه ديال 50,000 درهم. باقي عنده دابا مازال ما دا على البنك لا والو. هذا السيد هذا كيستغل النفوذ ديالو مع البنكه، حيت هي اللي صدرت الشهاده، وانا تعرضت لضرر اننا ما صدرش مني شيك ديال 50 ديال 500,000 درهم، صدر مني شيك ديال 50,000 درهم. والقضيه بين القضاء، وعندنا الثقه الحمد لله في القضاء ديالنا، وكفيل القضاء ديالنا باش ياخذ الكلمه ديالو ويرد لي الاعتبار ديالي لهذا الشخص اللي ظلمني وتعدى عليا وتكرفس عليا. وصبحت انا بين عشيه وضحاها كنفكر كيفاش هذا السيد نوجد ليه 500,000 درهم ماشي 50,000 درهم. درنا شكايه ديال التزوير مطروحه انا مع انظار وكيل جلاله الملك لدى المحكمه الابتدائيه لمدينه الداخله. هذا السيد صار كيهدد باش الا ما انا خلصتو غادي يصيفطني للحبس. المطالب ديالي يا الاخ هو التعويض النفسي والضرر على هذه الواقعه اللي تعرضت لها، ونحاول باش تكون شي طريقه اللي تحماو بها الناس، ما يبقاوش الناس يتعرضوا لهذه المسائل هذه. لان الامور عندنا واضحه كما كتلاحظوا، 50,000 درهم واضحه وضوح الشمس، الزيرو باين في الخط، الكتبه باينه، ما كايناش شي حاجه كتدل على هذه 500 ان في الاخر ما كايناش 50,000. هذا الشكل الاول. الشكل الثاني وكذلك اضافه صفر في الاخير باين، اضافه صفر في الاخير باين. حتى البنكه بحكم ان البنكه متورطه معاه في هذه العمليه هذه، ان عاطيه قروض بدون ضمانات اللي واحد المبالغ كتفوق 6 ولا 7 المليون ديال الدرهم، عاطيهم ليه بدون ضمانات بدون حتى شي حاجه ولا شي، رغم انه كان كيتعامل معاهم وكيغريهم الى اخره. ما كاين لا ضمانات يديك لخليك، عادهم ملزمين باش يلبيو ليه الطلبات ديالو كما كانت، واخا تكون كتضر اي شخص. لذا انا هادشي تعرضت ليه، وكيما كيشوفوا الناس كامل، الا كان اي واحد هو تيدعي تيقول لك انا ما قاريش، الا كان هذا السيد ما قاريش، البنكه اللي استقبلت هذا الشيك، البنكه اللي استقبلت هذا الشيك راه فيها ناس اللي هما ذوي كفاءات وقاريين وشايفين كلشي. علاش غيشدوا منه هذا الشيك هذا بحال هذه الطريقه هذه، وهو الصفر مزيد في الاخر ولي زالفابي ما مقادينش، مكتوبه 50 خارجه من ايدي انا 50 ناد دار واد يرد السي. الا كان هذا السي كيدعي ما قاريش، واش النهار الاول انا
عاطيه 50,000 درهم ولا عاطيه 500,000 درهم، انا عاطيه 50,000 درهم بالشهود، كاينين الشهود والطالون شاد فيه 50,000 درهم. عرضنا شكايه وطلبنا بالخبره، الخبره هي الكفيله باش غادي تبين التزوير والتزييف اللي دار هذا السيد هذا والحيف اللي دارو. رساله اخيره الاخ، هي انا بغيت القضاء ينصفني في هذه العمليه هذه، وبيت هذه العمليه تكون كعبره للظلم اللي كيتعرضوا ليه الناس، وبغيت جبر الضرر في هذه العمليه هذه. انا واحد المده زمنيه هذه من 12 حتى دابا وانا باقي كنتكرفص في هذه العمليه هذه، باقي كنتكرفص فيها لحد الساعه مازال كنتكرفص. وشكرا لكم، وشكرا للجريده.